السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة مش هنعمل وصفة ولا حاجة. النهاردة جايبة لكم طقم حلل استانلس زهران. الماركة بتاعته زهران اوبتيما. طبعا زهران معروف وغني عن التعريف. آه الطقم ده عبارة عن 5 حلل. أول مقاس فيه هو مقاس 16، ومقاس أكبر مقاس فيه مقاس 28. المقاس يعني طقم الحلل ده، حد بالنسبة لي موثوق فيه جدا نصحني، ولأن هو جربه وقال لي حلو جدا جدا وبيستحمل قوي. وطبعا زهران بيستخدم أنقى أنواع الستانلس. كمان النوعية ديت فيها ميزة حلوة قوي، ان هي يعني صغيرة شوية من تحت وفوق كبيرة. بتسهل عليكي لو انت مثلا عاملة فيها محلة محشي عايزة تقلبيها، عاملة مقلوبة، عاملة مثلا ورق عنب ورصة بطريقة معينة وعايزة تقلبيه، فيبقى سهل جدا في القلب. غير الحلل اللي هي بتبقى بومبي، بتبقى جاية كده بتقسيمة، فطبعا لما تيجي تقلبي الحاجة مش هتنزل مرصوصة وشكلها شكل القالب. ده مقاس 18 اللي بفتحه. الحلل ما شاء الله تقيلة جدا وكمان عميقة، ومقاساتها مش صغيرة خالص. كل حلة بيبقى معاها الضمان بتاعها. ضمان حلل زهران بيبقى 25 سنة ما شاء الله طبعا. وكمان المقابض بتاعة الحلة زي ما انت شايفة كده ما فيهاش ولا اي لحام ولا كمان مسامير داخلية. وده ميزته ان هو ما فيش اي رواسب من الاكل مثلا تتجمع حوالين المسامير دي، او لحمات او اي حاجة من هذا القبيل يعني. هنفتح بقى مع بعض الحلة اللي بعد كده اللي هي مقاس 22. دي مقاس 22. انا بنصح اي ام بتكون مثلا عندها بنات او حاجه وعايزه تجهز. انا ان شاء الله نويت ان انا اجيب لبناتي من النوعيه دي بالذات. القاعده بتاعتها تقيله جدا، وكمان داخلها جزء من الالومنيوم. هتلاقي في القاعده كده تقسيمات وحاجات مفرغه. داخلها طبقه من الالومنيوم، والالومنيوم معروفه ان هي بتوزع الحراره كويس جدا. فمش هتلاقي بقى جزء من الاكل مستوي وجزء تاني ني ولا الكلام من ده. ده مقاس 22. فطبعا يعني العرايس الصغننين لسه بيبقوا محتاجين المقاسات الصغيرة دي. يعني هي مش هتستخدم اكتر من طبعا مقاس 16 و18 و22. هتبقى حلوة جدا كمان على الخضار. هي كبيرها ممكن تعمل في 18 كمان الخضار، لو هتسلق كمان فراخ او لحمة او حاجة بيبقى مقاس 24 كافي جدا بالنسبة لها. آه يعني كمان لو في بقى عزايم في حاجة فهتبقى عندها المقاسات التانية الأكبر من كده. فأنا بشوف إن طقم ستانلس زهران ده كافي جدا مع مثلا طقم جرانيت أو طقم سيراميك، فبيبقى حلو جدا وكفاية قوي. طبعا الستانلس معروف إن هو يعني أصح حاجة، لأنه ما بيتفاعلش مع الأكل. وكمان الطقم ده بالذات شكله حلو جدا، وكمان خامته حلوة قوي، وعليه ضمان 25 سنة. وكمان في ميزة في أطقم ستانلس زهران، إن هم عندهم فروع كتير جدا ومنتشرة. يعني كمان ممكن لو حاجة حصلت أو في مثلا عيوب صناعة، أو مقبض اتكسر لأي سبب ما، بيعمل عندهم إصلاح وعندهم كمان استبدال. لو عيوب صناعة بيستبدلوا الحلة. فبصراحة منتجاتهم كلها حلوة وموثوق فيها، والحلة تقيلة جدا زي ما قلتلك، وحاجة قيمة هتفتخري بيها لو جبتيها. ده المقاس الكبير، واخر حلة معانا ده مقاس 28. فطبعا حلوة جدا، ممكن تاخد مثلا بطة كبيرة او فرختين كبار، او يعني 2 كيلو من اللحمة ممكن برضو. يعني بتاخد كمية حلوة قوي. ده شكل الطقم كله على بعضه. 5 حلل زي ما قلتلك، من مقاس 16 لمقاس 28.
وبوريكي الغطا مفيهوش اي لحمات ولا المقابض بتاعته محملة جدا وتقيلة، يعني مش سهل ابدا ان هي تتخلع. وكمان ما فيهاش اي زوايد اللي هي بتبقى بلاستيك، او ان هي بتبقى قابلة يعني ان هي تسيح او تتحرق من النار. اهم حاجة في الاستانلس ان انتي برضو ما تعليش عليه النار قوي، يعني تحطي كل حلة على عين البوتاجاز المناسبة لحجمها، علشان النار ما تطلعش على الجوانب، لان احنا طبعا عارفين ان الجوانب الحلة، جسم الحلة الخارجي بيبقى اقل في السماكة من القاعدة بتاعت الحلة. علشان نحافظ عليه ممكن نعمل حكاية نخلي بالنا بس من ان احنا ما نحطوش على عين اكبر من الحلة، علشان النار ما تطلعش على الجوانب ويتحرق. طريقة غسيله سهلة جدا، مفيش اي مشكلة. بنغسله بليفة عادية خالص، ولو عايزة اللمعة دي تفضل خلي برضو شوية خل مع المية، هيخلي معاكي اللمعة دي على طول. هو سهل قوي، وكمان ما بيلزقش فيه الاكل خالص. حاولي قبل، بس لو هتعملي رز او حاجه، ان انت تحطي الحله على النار شويه تسخن كويس قوي، علشان المسام بتاعه معدن الاستانلس تقفل، علشان لما تيجي تحطي الرز او تشوحي فيها حاجه تبقى ما تلزقش معاكي. ففي الاخر يعني الطقم حلو جدا وعجبني قوي قوي. وانا كنت جايباه عشان وعدتكم، بس ان انا اقول لكم جايباه منين. انا جايباه من رنين، وكان عليه خصم ما شاء الله، كان في تخفيض 500 جنيه عن سعره الحقيقي. ده انا كنت جايباه ب 2300 بعد 2800. والعروض دي موجودة دلوقتي، لو حد حتى دخل على رنين هيلاقيها. وان شاء الله تجيبوه وتجربوه ويعجبكم وتقولوا لي رأيكم فيه. وإن شاء الله نتقابل في أي ريفيوهات أو وصفات تانية كتير. وسيبكم بقى وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش طبعا تعملوا اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، عشان يوصلكم إن شاء الله كل جديد.